ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي شيء طبعا كل سنه وانتم طيبين، رمضان على الابواب. ربنا يبلغنا كلنا رمضان كده على خير ان شاء الله. هعمل معاكم النهارده بقى الفول، طبعا ده من اساسيات رمضان. طول ما انتي عامله فول في البيت، مدمساه في البيت، اوفر انضف، هيوفر عليكي حاجات كتيره جدا. طبعا السحور لازم يبقى فيه فول كل يوم. هعمله معاكم بطريقه حلوه جدا، زي ما انتم شايفين لونه كده تحفه. وكمان باحب احفظه بقى في العلب اللي انتم شايفينها دي. باحطه في الفريزر بحيث ان انا ما اهدرش منه، لان احيانا الفول لما باحطه في التلاجة مثلا وبيقعد فترة طويلة طعمه بيغير. فبحب احطه في العلب دي كده في الفريزر، واخد كده على قد الاكلة، ممكن العلبة دي تكفيني اصلا يومين. ندخل بقى نشوف عملناه ازاي. طبعا الفول لازم يتنقع قبلها بفتره، بحط له كده حوالي 4 معالق صغيرين من السكر. اللي انا حاطاه ده يا جماعه سكر مش ملح. وكمان هحط له كده بصوا على طرف المعلقه كده شويه من الكمون. الفول هنقعه ايه الاول؟ هنقعه حوالي 12 ساعه، وبعد 12 ساعه هروح جايه غسله كده شويه من البليله دي، كده بليله زي ما انتم شايفين معايا، رحت جايه غسلاها. وكمان هروح جايه بقى احطها على الفول، وهاسيبها برضو فترة طويلة. يعني ممكن الفول بالبليلة يقعدوا مثلا، يعني أنا الأول الفول 12 ساعة، وبعد كده البليلة كمان هتاخد 6 ساعات. وبعد كده كمان في مكون لسه هحطه عليه. هستخدم كمان الفول اللي هو بتاع الفلافل، اللي هو الفول اللي مش عارفة بيقولوا عليه مدشوش تقريبا. برضو هروح جاية شاطفة شوية كده، طبعا مش كتير يعني، زي ما انتم شايفين كده حوالي يعني ربع كوباية تقريبا. وهنحطها برضو كده على الفول، ونسيبه حوالي 3 ساعات. يبقى كده تقريبا الكمية كلها اللي نقعنا فيها الفول 12 و6 18، يعني قولوا 20 ساعة مثلا. بحيث يا جماعة الفول يستوي معانا بسرعة جدا وما ياخدش معانا وقت على النار. انا عايزة اقول لكم الفول ده كان مستوي معايا تقريبا في ساعتين، ساعتين ونص بالكتير. انا باحب اعمله بقى كمان في الفوالة، بجد بجد بتاخدي منه نتيجة حلوة جدا. طبعا تعمليه في حلة عادي لو مش عندك فوالة، ولكن الفوالة عشان بتبقى محكومة كده من فوق بتسهل معانا عملية التسوية. اهم شيء بقى نشطف الفول من الميه اللي احنا كنا نقعينه فيها. وهروح جايه مزوداله جزرايه، وهحط له كمان شويه من العدس اللي هو الاصفر. بصوا خدوا الطريقه دي اعتمدوها، زي ما انتم شفتوا في الاول هتاخدوا شويه فول كده لون وطعم وريحه حكايه ما اقولكوش. وكمان كان عندي جزرايه، رحت جايه مقطعاها كده شرايح زي ما انتم شايفين، ونص ليمونه هعصرها، وهحط كمان القشر معاها. انا بحب احط القشر كده في الفول. الليمونه دي يا جماعه هتضمن لك ان الفول بتاعك مش هيسود. انا استخدمت هنا ليمونه كامله مش نص ليمونه. وكمان بقى هروح جايه حاطه معلقه صغيره من الخل زي ما انتم شايفين كده. معلقه الخل برضو يا جماعه سر هنا. انا رحت جايه مزوده كمان شويه زي ما انتم شفتوا معايا كده، هتفرق جدا في التسويه بتاعه الفول، وهتحافظ برضو على لون الفول بتاعنا. وكمان هاحط له فصين كده من الثوم، باحب احط له فصين 2 بس، بيدّوا له نكهة حلوة جدًا. يبقى المكونات بتاعتنا من تاني: الفول نقعناه، ورُحت جاية حاطة بعد كده البليلة، وكمان خدت كده شوية من الفول اللي هو المدشوش، وبعد كده حطيناه في الفوالة زي ما أنتم شايفين. حطيت جزر، حطيت فصين توم. أنا مش باحب أحط طماطم، لو أنتِ عايزة تحطي طماطم أوكي، بس الطماطم باحسها كده بتقلل من يعني بتخلّيه يبوظ بسرعة. فصين التوم، الجزر، ومعلقة الخل، وكمان حطيت الليمونة، وبس على كده شكرًا جدًا. مش عايزين منه بقى أي حاجة. هاروح جاية دلوقتي مقلبة المكونات دي كويس جدًا جدًا مع بعض، وناخد بقى الفوالة بتاعتنا دي نروح جايين حاطينها على البوتاجاز. أنا حطيت له مَيّة ساقعة عادي ما فيش أي مشكلة، لأن هو لسه هيغلي دلوقتي على النار. بس أهم حاجة لو المَيّة بتاعتِك دي نشفت وحسيتِ إن هو محتاج مَيّة زيادة، لازم تحطي له مَيّة سخنة جدًا، عشان خاطر القشرة بتاعتنا تكون مستوية وما يكوّنش أصلًا قشرة، فاهمين قصدي؟ لإن لو حطيتِ له مَيّة باردة طبعًا أنتِ كده بتروحي جاية عاملة له زي صدمة، فبيفصل. بصوا بقى النار بقى هنحطه كده على النار. أول ما يبتدي يغلي معايا هاروح جاية موطية النار عليه شمعة. أنا باحاول أزوّده مَيّة على قد ما أقدر هنا كده، بحيث إن المَيّة تغلي كويس جدًا، وما احتاجش إن أنا بعد كده أزوّد مَيّة كتيرة. هنشوف كده مع بعض هنعمل إيه. طبعًا في الأول هنحطه على نار عالية. أنا باحب أحطه على النار أصلًا اللي هي الشعلة الصغيرة. بنحطه الأول على نار عالية لحد المَيّة ما تغلي معانا. بس المَيّة لمّا بتغلي باحب أشيل كده
ريم. بصوا اول ما الميه تبتدي تغلي معايا بيعمل ريم كده على الوش. انا بحب اشيله بحيث ان الفول بتاعي يبقى نضيف جدا ولونه يبقى حلو قوي. اول بقى ما ابتدي اشيل الريم واحس ان الميه بتاعتنا راح جايه غاليه، اروح جايه موطيه عليه شمعه وسايباه. والله العظيم عايزه اقول لكم في خلال ساعتين ونص كان الفول استوى معايا. وانا حبيت ازوده كده حوالي نص ساعه كمان من عندي، اللي هو ايه زياده احتياط، يعني ان الفول يبقى معايا زبده قوي. اوكي كده. هروح جايه بقى موطيه عليه وسايباه، وتعالوا نفتح عليه بقى ونشوف هو استوى معانا ولا كان اخباره ايه. بصوا الميه لسه موجوده فيه، انا ما زودتش ميه لحد دلوقتي، والميه لسه موجوده فيه. طبعا البخار طالع منه. عايزه اوريكم كمان لونه، بجد لونه تحفه جدا. ويلا بقى نشوف التركايه الحلوه بتاعتنا اللي هتخلي لون الفول كمان روعه، وهتخلي القوام بتاعه متماسك. زي ما انتم شايفين كده انا خدت كده حوالي معلقه من الكركم، او معلقه مش مليانه قوي، نخلي بالنا لان الكركم احيانا بيمرر. وخدت كمان معلقه من الدقيق وخدت شويه من الميه. الطريقه دي يا جماعه او التركه دي هتضمن ان الفول بتاعك لونه يبقى تحفه. كمان معلقه الدقيق دي هتخلي الفول بتاعك متماسك. انا هنا قبل الفول ما يستوي قوي رحت جايه واخده منه شويه كده، انا بحب ازازه، يعني فاهمين قصدي. احنا بنجيبه اصلا بنشتروه كده من على الكورنيش الفول دوت، وبعصر عليه كمون كده وليمون وشطه، وبحب اقعد ازقز فيه كده شويه. كان الفول بتاعنا بقى استوى جدا، رحت جايه واخداه كده وحطيته في الكبه. انا عملته على مرتين لان الكميه ما شاء الله كانت كتيره، والله لا ده كان نص كيلو، بس طبعا الكبه ما خدتش النص كيلو قوي، او ما حبيتش ان انا اضغط عليها قوي. شايفين يا جماعه لونه والله العظيم بيتكلم عن نفسه. ونضربه كويس جدا، انا بحب اضربه بحيث ان القشره ما تبقاش باينه فيه. ما بحبش بصراحه الفول يبقى فيه كده وانا باكله قشره بتضايقني. فبضربه كده كويس جدا، وهو كان مستوي معانا زبده. بصوا لونه حكايه. بحب بقى اروح جايه واخداه كده في العلب دي. انا بوسطن العلب، يعني العلبه الكبيره دي عشان لو عندي حد مثلا اطلعها، والعلب الصغيره دي بحيث ان انا بس لو احنا كده على القد ممكن تكفيني كمان يومين. بس كده. ودي كانت طريقة الفول معانا النهاردة وخلص، ما كملش معانا كام ساعة وكان خلصان. وبجد شايفين عمل معايا كمية كبيرة جدا جدا. انتوا اصلا لو بتشتروا الكمية دي من بره مش عايزة اقولكم هتدفعوا فيها قد ايه. اعملوه في البيت اوفر انضف بجد، زي ما قلت لكم في الاول لونه تحفة. وضبوه بقى بالطريقة اللي تريحكم. هبقى اعمل معاكم كذا طريقة بعد كده ان شاء الله، هنشوف هنعمله ازاي مع بعض. بس انا ما حبيتش اطول عليكم الفيديو اكتر من كده. اعتمدي الطريقه دي صدقيني هتعجبك جدا جدا جدا، وهتوفر عليكي وقت ومجهود كتير قوي، وهتوفر عليكي فلوس كمان ان انت تقعدي تشتري علبه زي دي كل يوم. مش عايزه اقولك ممكن تدفعي فيها اصلا 15 جنيه مثلا في الاسعار اللي احنا فيها دلوقتي. وخلاص كده في نهايه الفيديو حبيت اقول لكم تاني كل سنه وانتم طيبين. يا رب يا رب ينعاد عليكم بالخير والصحه والستر والسعاده. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه.